الأستاذ الدكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك معنا في برنامجنا كتاب الأسبوع. اهلا استاذ وليد، اهلا بيك. أمة قلقة، أمريكا الديمقراطية ويمينها الديني والمحافظ، عنوان الكتاب الذي سوف نناقشه سويا دكتور جمال في هذه الحلقة. ونلاحظ أنك استخدمت عنوان آخر يقول أمريكا من الداخل. لماذا تنوعت العناوين؟ ولماذا وصفت الشعب الأمريكي بالقلق؟ انا هجاوبك على السؤال ده يعني لا، لكن انا قبل ما يعني من خلال كتابة او اذا عرفت يعني ظروف كتابة هذا الكتاب. طبعا الكتاب ده استغرق كتابته اكتر من 4 سنوات، يعني انا بشتغل فيه من سنة 2004، وهو طبعا يعني زي ما انت شايف هو ضخم، يعني حجمه ضخم كبير، سواء فيما يحتويه من معلومات او في طبيعه ما يحتويه من عدد صفحات او ورقات. طبعا فكره او العنوان نفسه امه قلقه، هذه الفكره لم تتبلور في ذهني الا بعدما انتهيت من كتابه الكتاب. يعني هذا الكتاب يعني قبل ما اطبع تقريبا باسبوعين ابتديت ان انا احاول ان انا اجد عنوان مختصر، لان طبعا تنوع المعلومه داخل الكتاب او تنوع او تعدد المحاور اللي بيتناولها الكتاب بيجعل الكاتب او بيجعل المؤلف في حيره في اختيار. يعني قد تكون في بعض الاحيان عمليه وضع العنوان او اختيار العنوان من اصعب، يعني تتماثل في الصعوبه مع عمليه اختيار الموضوع نفسه. مساله العنوان فعلا، يعني انا كنت مختار يعني عنوان طويل اللي هي امريكا الديمقراطيه ومنها الدين والمحافظ. لكن بعد اما كتبت الكتاب ابتديت فعلا الاقي او الحظ كقارئ ابص لهذا الكتاب بعين القارئ قبل ان يكون بعين المؤلف، فوجدت بالفعل ان القارئ قد يبدو له ان هناك تناقضا في الافكار داخل هذا الكتاب. في الجزء الاول بيشيد او بيتناول التجربه السياسيه وعمليه صنع القرار في الولايات المتحده والمؤسسات السياسيه داخل النظام السياسي الامريكي بنوع من، يعني قد تبدو نوع من الاشاده او نوع من الايجابيه. وفي الجزء الاخر ستجد ان هناك يتناول عوامل او جوانب سلبيه داخل المجتمع الامريكي في تؤثر سلبيا على عمليه صنع القرار السياسي. وهذه القوى السياسيه او القوى الاجتماعيه ايضا هي قوى يعني تشكل هاجسا لصنع القرار، سواء الرؤساء في الاداره الامريكيه او الكونجرس الامريكي، لما لهم من تاثيرات سواء منذ البدايه على عمليه الانتخاب او حتى بعدما يجلس الرئيس على. فهذه القوى سواء القوى اليمينية المحافظة مثل المحافظين الجدد والمحافظين التقليديين والأحزاب السياسية المتعددة التي تتبنى توجهات محافظة، ثم بعد ذلك القوى اليمينية الدينية. يعني نحن نتحدث عن يمين أمريكي بجناحين، يمين ديني وثم اليمين المحافظ. هذه بالفعل يعني تبدو أنها تشد المجتمع الأمريكي إلى الوراء أو تشد صانع القرار السياسي، تجعله يلتفت كثيرا. فيبدو في بعض الأحيان للبعض أن أننا نحن بصدد أمة قلقة، وهذه بالفعل جاء عنوان الكتاب. دكتور جمال، ناقشت في هذا الكتاب موضوع التوازنات والضوابط في السياسة الأمريكية، ووصفت النظام السياسي الأمريكي بأنه مثل الخزانة ذات 3 مفاتيح. لماذا هذا الوصف؟ وما هي أبرز التوازنات والضوابط؟ نظام الضوابط او نظام التوازنات اللي بيقوم عليه فلسفه الحكم في الولايات المتحده، يعني هو نظام بديل او نظام يعني شبيه بنظام المسؤوليه السياسيه اللي بيقوم عليها نظام الحكم في النظم البرلمانيه. طبعا نحن نعلم ان النظام السياسي في الولايات المتحده له خصوصيه فريده، يعني يكاد يكون غير مطبقا في اي دوله في العالم الا في الولايات المتحده، وهو النظام البريزنتال او النظام الرئاسي. نظام الضوابط والتوازنات او التشيكس اند بالانسز هو نظام اقرب باقتسام او مساهمه
او ان الدستور الامريكي بيجعل حصه من عمل كل سلطه يعني تقوم به السلطه الاخرى، بمعنى ان اداء جميع السلطات يجب ان يكون متشابكا بموجب الدستور. هذا الدستور الامريكي دستور ايضا هو من الدساتير الفريده في نوعها التي اجريت عليها اكثر من 25 تعديل منذ اقراره في سنه 1797. لكن هذا الدستور الامريكي يعني نكاد نقول انه يجعل عمل السلطات متشابكه، ليس هناك مساله الفصل التام في السلطات، هناك فصل جزئي بين السلطات الامريكيه، لكن كل سلطه ترتبط عملها بسلطه اخرى. نحن نشبه عملهم بثلاث حلقات، هذه الحلقات الشهيره التي تبين التشابك، او بخزينه لها ثلاث مفاتيح. هذه المفاتيح يعني يجب ان تفتح بثلاث. القرار السياسي ايضا يجب ان يكون متوافقا دستوريا مع رضاء الكونجرس، او ب إذا كان هذا القرار يتخذ في النهاية الرئيس الأمريكي، لكن هذا القرار يجب أن يرضى عنه الكونجرس، ويجب بالفعل أن يكون منسجما مع بنود الدستور، وهو ما تقرره المحكمة العليا في الولايات المتحدة. فبالتالي هذه الضوابط يعني أشبه ب يعني نوع من حرص من واضع الدستور أو من الآباء المؤسسين في الولايات المتحدة بألا تجور كل سلطة على الأخرى، وألا تنفرد كل سلطة على السلطة الأخرى، بمعنى أننا نعطي صلاحياتها إلى سواء للرئيس أو للكونجرس أو أديك مثال على سبيل المثال بما يسمى مثال عملي بقاعدة الضوابط والتوازنات. قرار شن الحرب هو بيد الكونجرس، لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يشن حرب، وهذا بالفعل يفسر تردد البعض يقول ان امريكا بصدد توجيه ضربه عسكريه الى ايران. هذا كلام ليس حقيقيا، ليس هناك تفويضا مسبق من الكونجرس بعمل عسكري ضد ايران، وهذا طبعا في ظل هذه الظروف ووجود الديمقراطيين بكثافه داخل الكونجرس يصعب على الرئيس بوش ان يتخذ قرارا بالحرب ضد الولايات المتحده. لكن برغم طبعا ان حتى اذا اعطي له تفويض من الكونجرس لشن الحرب، ومع ان الرئيس الامريكي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه بموجب الدستور الامريكي، لكنه لا، قرار الحرب هو في يد الكونجرس الامريكي. بعد ذلك حتى اذا فوضوا بقرار الحرب، تمويل عمليه الحرب هو في يد الكونجرس الامريكي. فبالتالي هناك تشابك، يعني تشابك بين عمل السلطه التشريعيه وبين عمل السلطه التنفيذيه. كذلك ايضا كل قرارات الكونجرس الامريكي يجب بالفعل ان تكون منسجمه مع بنود الدستور الامريكي، وهذا ما تقرره المحكمه العليا. فبالتالي هناك تشابك بين، طبعا هناك كثيره مشروحه في امثله كثيره لمساله الضوابط والتوازنات التي حددها الدستور الامريكي، وهي مجموعه من القيود بالفعل على عمل سلطه الرئيس الامريكي، وعلى حتى قيود على عمل الكونجرس. الكونجرس الامريكي لا يستطيع ان يجعل قراره نافذا الا بموافقه الرئيس. يعني الكونجرس حتى اذا اصدر تشريع يجب ان يصدق عليه الرئيس، وإذا رفض الرئيس لا يعتبر قرارا ساريا إلا إذا اجتمع، يعني الرئيس من حقه أن يستخدم سلطة الفيتو، وبعد ذلك قد يبطل هذا الفيتو بأغلبية ثلثي أعضاء الكونجرس مرة أخرى. فبالتالي هناك تشابك، هذا التشابك بيسمى بمبدأ الضوابط والتوازنات. الباب الثاني في هذا الكتاب دكتور جمال مخصص للنظام الانتخابي الأمريكي، وهو نظام فريد من نوعه يكاد لا يتكرر في شتى أنحاء العالم. ما هي أبرز خصائص ومميزات هذا النظام الانتخابي في أمريكا؟ النظام الانتخابي في أمريكا قائم على فكرة الانتخاب غير المباشر، بمعنى أن الشخص الذي يذهب ليصوت لشخص الرئيس يعني لا تنتهي العملية بمجرد إدلاءك بصوتك لشخص معين. هناك هذا الإدلاء هو في الأساس لاختيار مندوب لاختيار الرئيس، بمعنى أشبه بما يحدث في الانتخابات التمهيدية التي تجرى الآن داخل الأحزاب. أيضا العملية الانتخابية النهائية التي سوف تجرى في نوفمبر القادم هي أيضا تتم بطريقة النظام المجمع الانتخابي، بمعنى أن هناك 538 مندوب يمثلون جميع الولايات الأمريكية، مندوب قومي يمثل جميع الولايات. هؤلاء المندوبين بالفعل هم الذين يدلوا بأصواتهم أو من خلال، يعني هو معروف بالفعل ما سيحصل عليه عدد إذا كانت العملية تنحصر بين اثنين من المتنافسين فقط،
واذا افترضنا عدم وجود مرشحين مستقلين او مرشحين من احزاب اخرى، فعلى المرشح الرئاسي ان يحصل على 270 صوت في المجمع الانتخابي اللي هو الالكترال كوليدج، يحصل على 270 صوت حتى يفوز، برغم حتى انه قد يكون حاصلا على اصوات شعبيه كثيره قد تفوق منافسه. وهذا ما حصل في الانتخابات بين 2000 بين الجور والرئيس الامريكي جورج بوش. نظرا لغزارة الأفكار في هذا الكتاب ونظرا لضخامة حجمه، نستأذنك في اللقاء مرة أخرى في حلقة جديدة لمناقشة باقي تفصيلات هذا الكتاب، وشكرا لك.